هذه الصورة هذه المغني من المغنيين كان دار مع بعض المنسقين أنه يحضر المهرجان لإحياء حفلة معينة، لم يتيسر له الحضور، يعني بسبب المهرجانات السابقة وبسبب سهره وبسبب ينقز ويحنقز في سائر المهرجانات إلى آخره، عيا ما جاش، والناس ينتظرونه من 6 أو 7 مساء إلى 3 صباحا، رجالا ونساء، صغارا وكبارا، شيوخا وشبانا، ذكرانا وإناثا، فما كانت ردة فعلهم؟ يعني ينتظرون كل هذه المدة، يعني المغني ما جاش، يعني بقوا بالجوع وبقوا سهرانين إلى آخره، ما كانت ردة فعلهم؟ بمنتهى البرودة، ماشي مشكل، الفنان ديالنا الله يودي، أنت اللي كاين، العز مرة أخرى إن شاء الله. ليس هذا هو الإشكال، الإشكال ما يقابل هذا الأمر، في حين نجد أن بعض الأئمة إذا تأخر عن صلاة من الصلوات لعذر لمدة 5 دقائق أو 3 دقائق أو 4 دقائق تقوم الدنيا ولم تقعد. فين هو هذا الفقيه هذا؟ وتعطل بزاف هذا الشيء هذا، وتسمع التحنحين، هذا يحنحن من هنا والآخر يحنحن من اللهي كأن خيول بن المهلب قادمة. ما هذا؟ ثم ما لفت انتباهي أكثر وجود الأطفال الصغار في مثل هذه المهرجانات الماجنة الصاخبة. شريف والشريف، اش كيدير ولدك في ذاك المهرجان أمام الراقصات، أمام المغنيين الذين يتلفظون بالألفاظ البذيئة؟ اش من فن، اش من غناء، تهرنيط، هذا هو اللي كاين، ما كاين لا غناء لا والو. اش كيدير ولدك تما 11 ليلا؟ اش كيدير ولدك تما؟ وفي الأخير من بعد غتجي غتقول لي يا ولدي ما بقاش كيسمع ليا، خرجوا عليه الشباب، تلاقى مع شي أصناف. باش بغيتي يتلقى في المهرجانات؟ باش محمد النفس الزكية، ولا يتلقى بالفضيل بن عياض، ولا زين العابدين رضي الله عنهم؟ باش بغيتي يتلقى؟ يتلقى بمن يجره إلى الهلاك ومن يفسد أخلاقه. كتربي فيه أصلا السهر، تربي فيه السهر على المعصية، وكتربي فيه النظر إلى ما يثير شهوته من الراقصات الماجنات، كتربي فيه حضور مجالس الفسق. خذ أبنائك إلى حلقات القرآن، واشتري راك كتخرج على ولادك، كتفسد الأخلاق ديالهم بيديك، ما تجيش غدا ولا بعد تشكي، أنت من أفسدتهم وستسأل عنهم أمام الله عز وجل. هذا لا نقاش في ذلك، لأنهم رعية استرعاك الله إياها وضيعتها. جميل في هذه العطل الصيفية أن الإنسان يرفه عن أبنائه، لكن بما يتناسب معهم وما يتناسب مع فطرتهم السليمة، بالأشياء المباحة، بالألعاب المعروفة للأطفال. لكن في حين أخذهم كذلك إلى حلقات القرآن ونتهلا في الأستاذ. دابا الانسان كتلقاه ياخذ ولادو المجالس الفسق مهرجانات ويقدر يخلص عليهم اموال حتى 500 درهم حتى 1000 درهم. كي عند الفقيه 50 درهم، الفقيه بزاف، ثمن رمزي فقط من اجل الانخراط. فقيه 50 درهم صعيبه، 40 درهم بزاف. هذا من احتقار كتاب الله عز وجل، ما تقولش لي، هذا من احتقار هذه المجالس ومن احتقار اهل القران. 50 درهم بزاف، لكن ملي كتزيد ليه السويعه ب 200 درهم ولا كتدخلوا مدرسه خصوصيه ب 1000 درهم حتى 1500 حتى 2000 درهم، ماشي بزاف. كتاب الله عز وجل الذي يعلمه الاخلاق، وشيخ الكتاب الذي يعلمه كيف يبر بك. اول ما نسال عنه الاطفال، واول ما يسال عنه شيخ الكتاب الاطفال، كي داير الاحوال مع باك، واش كتسمع لامك، كتسمع للاب ديالك، خاصك تحترمه الى اخره. نحاول ان نغرس فيهم حب الوالدين، ونحاول ان نغرس فيهم الاستماع الى الوالدين وهم صغار. ملي غيكبر انسان ما غتلقاش المشكل معه. لكن هذه الاشياء لا ترونها، لا ترون هذه الأشياء أبدا. أجره لا ينقطع، ولك ملي كتدخلوا كتاب الله عز وجل أجرك لا ينقطع، بل يلحقك ويلاحقك إلى ما بعد الموت، ويلبسك تاج الوقار، ويرفع رأسك أمام الله عز وجل وأمام رؤوس الأشهاد يوم لقاء الله عز وجل. واخا ما تكونش حافظ القرآن، واخا ما تكون حافظ سورة الفاتحة مجلج مصمك مطرنن، لكن ابنك يحفظ القرآن سينفعك بحفظه للقرآن. باش بالمجهود اللي درتي معه، بأخذك إياه إلى حلقات القرآن، بتوجيهك إياه، والحمد لله بدعائك الصالح وبمجهودك وباجتهادك أنت والأم ديالو، إن شاء الله تعالى يصلحه الله سبحانه وتعالى.